السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم كورة في الميزو. الدوري الانجليزي على صفيح مشتعل، هيبقى دوري انجليزي تاريخي بالصفقات اللي بتتعمل، بالحاجة اللي بتتعمل. دوري تاريخي ليفربول او لمانشستر يونايتد اللي هياخد فيهم الدوري، هيبقى اكتر فريق اخذ الدوري. هنتكلم في موضوع الصفقات، موضوع الفرق، في شكل الفرق، الوديات اتلعبت. الدوري الانجليزي هيبقى شكله هيبقى مختلف عن كل الدوريات الانجليزيه اللي فاتت الموسم دوت. عموره عامل ايه؟ الاخبار ايه الاخبار؟ الحمد لله. ايه رايك في اللي بيحصل في الدوري الانجليزي ده؟ لا الدنيا ولعه، كله نزل بالكاشات يا باشا. ده كله ده كله نزل بالكاشات. ليفربول بيصرف 250 و 300 يا مليون باشا كاشات يا باشا، كله نزل بالكاشات. تفتكر عايز يجيب الدوري التاريخي؟ ما طبعا اكيد عايز يجيب، يبقى هو الاول ويعدي مانشستر يرجع تاني اللي هو يكون متصدر. صفقاته فريمبونج، فيرتز، صرف على كتيكي، كله يا باشا، كله بيدعم مراكز الهجوم تدعيم مش طبيعي، وجايب حارس كويس وكل حاجه. خلص من لويس دياز 70 مليون دخلوا له. بيدور على صفقه اللي يسرب بيها داروين نونيز، بيحاول يبني الفريق. بيتكلموا النهارده يقول لك هيروح الهلال. اللي ما خلاص بيقول لك هو دلوقتي بقى لويس دياز ب 70 مليون، فهو لو جاله داروين هو عايز 70، لو جاله 60 50 مش هيمانع، هيصفرها يلا بالسلامه. فانت شايف ليفربول هيبقى ايه؟ لا الوديات اللي لعبوها كمان قدام الميلان. لا زائد ان هم يعني صعدوا لاعب 16 سنه اللي هو الولد اسمه ريو ده، ريو جنب مكان لويس دياز. الولد ما شاء الله يعني شغال ترقيص وجوان. لا الولد رجله في الملعب كويسه يعني، مسكته له الكوره كويسه برجله. فده صفقه لوحدها تانية جت من لا شيء اصلا يعني. هو قطاع الناشئين عندهم على فكره كويس قوي وبيعملوا صفقات. كانوا جايبين لاعب مصري لسه ماضيين معاه برضه. ايوه فقطاع الناشئين عندهم حلو. شايف الليفر هيبقى شكله ايه السيزون الجاي؟ هيبقى الدوري هو قصه بقى في سلوت بقى، هل عارف يتعامل مع النجوم دي ولا لا؟ هو كان السنه اللي فاتت كان جاي ان هو اللي هو غير مش متوقع ان هو يعمل حاجه. هو عمل بقى كاول سيزون ليه كمدرب في الدوري الانجليزي. ما كانش مطالب منه هو بس يبقى بطل الدوري يعني، ولا حتى مركز ثاني بالظبط. يعني هو كان ممكن ويقول له احنا عايزين بس نلعب دوري ابطال. فانا بيجيب الدوري. زائد ان هو بقى دلوقتي معاه صفقات. هل مع الصفقات ده بقى يسيطر على اوضه اللبس بقى ومش عارف ايه ده بعدين الصفقات اللي هو عايزها يعني مش يعني هو قاعد نادي ودخل الصفقات اللي هو عايزها. ايوه يا عم جاب يعني دوبك مشى ارنولد، جاب حد مكانه على طول ليفل عالي برضه مش ليفل قليل. فيرتز دوت جوهره المانيا. جوهره 150 مليون كان للبايرن، هو خلص 100 ولا 110. هو الازاي بقى اللي داير دوت، ايه رايك فيه؟ لا انا اعتقد اول ما شفت كيتيكي راح الليفر ما كانش كلام منطقي خالص ان يعني زاك يجي، عشان انت جايب كيتيكي ب 90 مليون بالظبط. هل ده جايب لعيب دكه ب 90 مليون؟ فده مش مستحيل. ده مش طبيعي يعني، صعب. وكمان حوار جاكبو برضه انا شفته في الماتش بتاع الميلان. جاكبو مش عارف يلعب اللي على الطرف. هو جاكبو مهاجم، انا عايز اروح اخد الكوره ابقى قدام الجون احط بيها. فانت حوار اساسا ان جاكبو دوت هتلعبه في الناحيه الثانيه فمش هيديك، فهتضطر انك بعد كده في السيزون هتبقى عايز جناح وهيبقى عندك مهاجم اللي هو جاكبو. المفروض الاتجاه دلوقتي هو يجيبه جناح. المفروض حد يبقى بالقوه بتاعت الا بقى لو هيلعب فيردز بقى جناح شمال، دي حاجه ثانيه بقى. ما اعتقدش، بس هو لعبها مع الونسو برضه، لعب ان هو جناح شمال جناح ويخش لجوه كصانع العاب. بس في ماتش الميلان لعب صانع العاب يعني، لعب تحت المهاجم ما لعبش جناح. ايوه فهنشوف بقى الموضوع ده. السيتي حاسسها على الهادي. هي مره واحده هاجت وجابت كام صفقه كده خالص، يعني مفيش اي صوت ليها. وبعدين حاسس الصفقات يعني ايتنوري، رايندرز، شيركي دوت هو الصفقه يعني ديت اللي حاسسها الصفقه جامده. بس تتوقع شيركي يلعب ولا هو مش لاقي مكان الصراحه؟ هو شيركي المفروض يعني على اللي شفناه في ودن السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب، ان هو كان اوت اوف ذا فورم خالص يعني. فاعتقد شيركي هيلعب، بس ممكن يلعب تحت بقى المهاجم بقى، تحت المهاجم. والمنافسه المهاجم بقى هتبقى من محرز، قصدي مش محرز، مرموش وهالاند. مرموش ما اعتقدش هيكون ليه مكان في تحت المهاجم يعني. انا اعتقد مرموش لو هيلعب يا جناح، الجناح مكان دوكو او جريليتش الناحيه الثانيه، يا اما يلعب مهاجم. هو جريليتش اصلا بره الحسبه، هو جريليتش هيتباع بس هي بقى الفكره، هل هتلعب دوكو من الاول؟ هل هتبدا بمرموش الناحيه الثانيه ديت؟ هل هتلعب بمرموش مهاجم وتخليه احتياطي لهالاند؟
فهي ديت الموضوع بس اللي عند. هو اتكلم في حوار ان هو مرموش ولا ان هم منافسين على المركز المهاجم. المهاجم، بس هو كده اكيد هالاند اساسي، هالاند ومرموش انت أساسي. جايبه ب 70 75 مليون، فده مش لاعب دكه برضه. ما دي المشكله بقى، دي المشكله انك دلوقتي بس هو عمل عمق التشكيله عشان كان فيه اصابات السنه اللي فاتت، كان بيشتكي من اصابات، بس هو ناقصه مدافع يعني، هو ناقصه مدافع مستوى عالي شويه. جاب ايت نوري بس هو عايز ده باك، بس هو عايز مدافع مستوى عالي شويه بقى، مدافع ليفل اعلى شويه. ستونز مع دياز مع خوسانوف، يعني خوسانوف جابه ما اعتقدش ان خوسانوف هو مقتنع بيه اساسا مع في مشاكل بينهم، مش عارف. شاف التعليم الانجليزي تشيلسي وفلوس تشيلسي وصفقات تشيلسي والتشيلسي عماله تعمله وعمالين يجيبوا جابوا مهاجم خاص بطوله العالم مباشر. ده تشيلسي ديت تجيب صغير وتجيب كبير ايه ده وبيبيعوا برضه ايه ده هم شاكلين هو يجيبوا 20 لاعب واعراض. يلا اعراض بقى، عيال صغيره 18 19 سنه بيسرحوها ويبيعوا برضه لعيبه كبيره، جو فيليكس مدويكي باعوا 50 مليون، دي صفقه 50 مليون الارسنال الصراحه. ده مقلب كبير، ده ما اعرفش بقى، حتى مش مقلب بس هو صفقه يعني. وباعوا جو فيليكس باعوه ب 30 ولا 40 مليون للنصر، وبروخا ده باعوه ب 20 مليون، هو جمعوا 110 مليون من 3 لعيبه كده. ما هو عشان كده الناس دي ما بتحسبش عليهم لعب نظيف ولا حاجه. الناس ديت انا مش فاهم يعني ايه يجيب لك لعيب زي انزو 125 مليون وفي الاخر انزو ما عملكش ال 125 مليون. بس هو كويس بس مش درجه 125 مليون. انا شفت عندي تحفظات عليها كتير قوي على اللي هي بتعمله ده، بس هو في الاخر هو بيلعب على الثغرات بتاعت اللعب المالي النظيف. حلو يعمل ثغرات وبيعرف. انا دلوقتي انا كنادي في تشيلسي في انجلترا معايا فلوس الدرجه دي، ليه ما اجيبش لعيبه نجوم كبيره وابدا بيها ابني بيها فريق؟ ليه اجيب لعيبه كل سنه اجيب لي لاتشه لعيبه كده 7 8 لعيبه كلهم عندهم 18 19 سنه، اسرح 3/4 اشوف صفقتين 3 هم دول اللي العب بيهم. فليه يعني ليه ما اشتريش نجوم تبدا تبني فريق؟ هو ماشيين بنظام ان هو جهتهم اي لعيب تحت 23 سنه ممكن نحط فيه 100 مليون عادي. ليه بقى ما فيش فريق في العالم بيعمل كده بالنسبه لهم كده؟ لو قدامهم ايزاك ممكن يجيبوا ايزاك ب 26 سنه، لا مش هنروح له، لا معلش. انت جبت ديلاب وجبت جواو بيدرو عشان هم تحت 23 سنه حلو، وجبتهم ولعبوا معاك والدنيا حلوه وجميله ومتدربين في الدوري الانجليزي ولعبوا معاك كاس عالم وعملوا بطوله استثنائيه، حلو جميل. ليه ما تمشيش على المنوال ده؟ يعني انت عايز تجيب لعيبه تنزل بمعدل الصفقات او معدل الاعمار السنيه، هات لعيبه تبقوا متجربين، لعيبه كتير قوي في الدوري الانجليزي حلوين ودي اعمارهم صغيره، ليه ما تجيبهمش تبقى؟ بس هو بيغير من السياسه بتاعته، حلو. هو بيغير، هو ديلاب وعايز يجيب دلوقتي كلام على تشافي سيمونز ده لعيب كويس، نص ملعب كويس. استافيو اللي جايبه من البالميراس برضه دوت لعيب جامد، ده صغير وجوهره طالعه برضه حلو. انا تحفظاتي ليه مثلا جايبين بتاع 3 4 لعيبه عندهم 18 19 سنه ومطلعهم عار وبارقام، يعني بارقام 20 مليون و25 مليون و30 مليون. انت لو جمعت الاربعه دولت مثلا لو عملوا لك 100 مليون ولا حاجه، ليه ما تجيبش لعيب يبقى؟ هو بيمشي في سيتي، هو انا اجيب لعيب صغير عند الناس شايفاه فيه بوتنشال، جاي يجيبوا مبلغ، هو بالنسبه له ده ايه اسد، ده ايه اساس او ده اصل اقدر ابيعه، يعني اقدر ابيعه بنفس المبلغ اللي جبته او اكسب فيه. ايوه هو مبشرها باذن الله، ماشيه ايه يا باشا تجاره. ايوه هو ده اللي شايفه فعلا. انا بستثمر في اللعيبه، اجيبه طلع نجم وسوبر ستار خلاص كان بيها، انا كسبت فيه كده 20 مليون يا باشا وبلاش. ايوه ما طلعش اللي كان فيه، بس هو في الاخر صغير في السن، اعرف ابيعه بنفس السعر او ازيد منه بشويه. هي بتبقى ماشيه، هم امريكان بقى والشغل بتاعتهم امريكان بقى. شايف تشيلسي السنه اللي جايه هتبقى السيزون بتاعها هيبقى ازاي؟ المفروض توب فور مستريح، يعني المفروض توب فور مستريح، ما ينفعش اعمل كده، ما ينفعش يقعدوا اخر سنه عشان ياخدوا ابطال. انا اللي بتكلم فيه يعني ما ينفعش. السنه اللي فاتت السنه اللي فاتت كان معذور ان هو انزو ماريسكا لسه في الاول ومش عارف ايه، السنه دي هو نافس يعني نافس وكان تمام وقشطه. والسنه دي دعمت بدل جاكسون اللي كان 3/4 الماتشات اللي انت اتعادلت فيها وخسرت فيها كان جاكسون بيضيع فرص كتير قوي. فانت حليت الموضوع ده وجبت جواو بيدرو وجبت ديلاب، يعني جاب بدل المهاجم 2 وجاب بروفايلين مهاجمين مختلفين اساسا عن بعض. أيوة. المهاجم الكوير جواو بيدرو والمهاجم 9 بقى اللي هو على طول ديلاب. أيوة. فانت بتدعم بتتكلم. انا بتكلم بقى في الحته دي، يعني تشيلسي ممكن تبقى فرقه جامده قوي، ممكن تنافس على الدوري كمان، بس انا بتكلم لو استثمر فلوسه صح.
هم عشان أنا محتاجين شايف انه الخبره برضه لسه لعيبه طبعا ما عندهاش خبره ولا ايه بس ايوه، ما بقول بس ما لك كاس عالم خلاص. هم خلاص هم كسبوا خلاص. كأس عالم. بس انا بقى خوفي ان تشيلسي بعد الفرقه اللي هي بتحاول تبنيها من المشروع دوت يكتفوا بكاس عالم، تحس ما بقى ينفعش. تلاقيهم داون جريد بقى السيزون الجاي ده. ما ينفعش المفروض دي تبني عليها بقى، دي خلاص انت عملت مفروض. حاجه تبني عليها بقى وتنافس. هل انت بقى عندك اللعيبه الواعيه والخبره الكافيه ان هي تبقى عندها كده؟ انا عن نفسي هم اعتقد الاداره مش مطالبين منهم ياخدوا الدوري، اكتر مطالبين منهم ان هم يكونوا توب فور. في دايره المنافسه. ايوه انا فاهم. يعني ممكن تبقى توب فور بس ما تنافسش، دي برضه مش نافعه. حلو مش حلو. بس انا بقول لك يا تشيلسي ممكن تستنى تلاقيهم السيزون الجاي دوت يبقوا منفجرين قوي 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 قوي، وحافظوا لعب بعض وبقوا مع بعض ولعب شوارع ولعب الدوري الانجليزي اللي انت تحب تتفرج على تشيلسي، يا اما هتلاقي تشيلسي ديت مركز 10 خالص. اما ما هي ديت هي ديت بقى ايه وشعرها، هي الفرق ما بين دي وما دي شعر. يا دوبك يعني انت اللعيبه ديت تكمل بيهم وتبدا بيهم المشروع أيوة. وتقول لهم ان هم نجوم وتدعمهم بصفقه ولا 2 سوبر المفروض الصراحه المفروض يعني هو على الاقل عايز وينج مدافع. وانا مدافع ده على الاقل خالص. مدافع تقيل مش مدافع. واقول لك على حاجه، انت تشيلسي محتاجه حارس، عندك حارس محتاجه حارس يبقى اتقل من سانشيز كتير قوي. ما فيش حارس في السوق دلوقتي. ما دي بقى المشكله، انك انت سبت نفسك كده زربيحي كده وما جبتش حارس. هو كان في حارس بس اللي هو مانيون حارس ميلان، بس هو بيقول لك عشان 29 سنه مش هيدفعوا فيه اكتر من 20 مليون جنيه، 20 مليون يورو جنيه. دوناروما كنت تروح تشتري دوناروما كان عايز يمشي من باريس. كبير في السن. لا كبير في السن، هو بالنسبه لهم من 20 ل 23 سنه هدفع فيه فلوس. ده فوق كده يبقى معلش هنتكلم بقى في هم بالنسبه لهم كده. نخلي ارسنال في الاخر عشان بس احتفل مع جيوكيريس بس. توتنهام برضه انا شايفها ماشي على الهادي. يعني قدوس دوت انا شايفه هيبقى صفقه مفاجاه الصراحه، احسن صفقه اتعملت لحد دلوقتي. صفقه سموزي كده بالراحه بسيطه وسط مره واحده قدوس يلا بينا تخلص امور. تعالى قدوس تلعب جنب ماديسون نحط سلانكي قدام. أيوة. جونسون الناحيه الثانيه يبقى كلوزوفسكي ولا حاجه. أيوة. عشان سون خلاص. مع السلامه. انا اتفاجئت امبارح بسون امبارح والله. قال لك يا باشا خلاص زعلت والله يعني هو خلاص عشرة. هو فهمان قال لك اطلع وهو كسبان بطوله. هو كسبان بطوله فعلا. الله اعلم هيلحق السوبر الاوروبي هيلعبوا معاهم بعد كده يمشي ولا هيمشي. لا مش هيلعب السوبر الاوروبي تقريبا. هو لحد دلوقتي هو لسه موجود بس الله اعلم هل هيمشي بقى. بس بيقول لك هو خلاص في التوشه الاخيره مع لوس انجلوس يعني. أيوة. بس كان عايشه والله سون ده على قد ما هو ضيع مننا الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. أيوة. مش ناسيها لك. بس كنت عايشه يالا. جابوا اعاره بالينيا مكان بيسوما، مكان الحته دي جاب برضه يتقل شويه يتقل نص ملعبهم. يعني بيسوما كان لوحده السنه اللي فاتت. ضغط المستشفى كمان السنه اللي فاتت على توتنهام وما عندهمش البديل. يعني هو عنده الاساسي ما عندوش البديل، خلى الاساسيين اتصابوا. شفت توتنهام شكله السنه اللي فاتت وحش قوي. اقول لك وحش قوي ليه؟ لانك انت ما عندكش تقل في الفرقه. ما عندكش الاحتياطي اللي تبقى قاعد مطمن، تبقى قاعد أيوة. كده المدرب قاعد دوت الصب. لا انا هلحق نفسي، لا يخلص نازل اللي دي على طول. بقول لك يعني كمان توتنهام لو ما حلش الموضوع ده في كذا مركز توتنهام هيبقى لسه باك يمين كمان باك شمال باكات بمدافعين بمهاجم كمان مكان سولانكي. لان ريتشاردسون برضه انا شايف ريتشاردسون بقاله سنتين ما بيلعبش كوره. هو رجع بس لسه برضه على طول ممكن في ثانيه يتصاب. بقول لك يعني ريتشاردسون خلاص. فانت محتاج مهاجم. سون طالع هيمشي. شوف فلوس سون ديت بقى تجيب بيها تدعم بقى تجيب مراكز. عايز رودريجو. هو كله عايز رودريجو. كله طبعا في الولا ليه يا جدعان. بقول لك يا باشا مش بيبقى انا اروح نادي كبير مش عارف توتنهام يعني اصل مع احترامي يعني بس توتنهام يعني شايف برضه هيبقى توتنهام ايه السنه الجايه؟ توقعاتك لتوتنهام؟ هو مع توماس فرانك يعني المفروض موضوع الفريق ده هيتغير. يعني اللي كان بيحصل السنه اللي فاتت الزربيح اللي كان بيحصل هجوم بس مش دفاع. ايوه بس انا برضه انا خايف من توماس فرانك انه كان مع برينتفورد عنده البديل على قد برينتفورد فكان عنده البديل. ايوه انما دلوقتي انت في ريسك. انا عندي 15 لاعب
ماكسيموم هم اللي عندك 15 لاعب. هو طريقه لعب كانت انجي بوستوكولو السنه اللي فاتت، طريقه لعب كانت ضغط هجوم على طول، ده كان بيخلي في جهد على اللعيبه مش قادره تستحمل، وخسروا بنتائج كبيره شبه الليفر 6 توماس فرانك مختلف شويه ان هو في الاخر هو ايه راجل بيتكيف على احوال الماتش، اللي هو ممكن في ماتش يدافع، ماتش يمسك كوره، ماتش مش عارف ايه، فهو هيكون مرن مع اللعيبه، فهو اعتقد هيبقى مش هيديهم الضغط زياده عن اللزوم زي اللي حصل السنه اللي فاتت، على برضه على حسب بقى المعدل البدني برضه، بس اعتقد مش هيوصل لموضوع الاصابه، مش في اسوء من السنه اللي فاتت. هو اكيد مش هيبقى في اسوء من السنه اللي فاتت هيحصل، الاسوء هو جاي. هم بيهبطوا. لا مش هتوصل لدرجه الهبوط يعني برضه، بس يعني وده الاسوء خلاص. كانوا 16 خلاص. 16 بقى دوري الابطال. يعني سيئه قوي. ده الجديد. بس شايف برضه ان توتنهام يعني هتبقى السنه دي على الاقل توب 10. يعني توماس فرانك بعاليته اللي عمله مع السنه ممكن يلعبوا دوري اوروبي السنه دي. ممكن بس الصراحه هي برينتفورد كان مفاجاه كانت فرقه محترمه قوي 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 مع توماس فرانك السنه اللي فاتت. فانا شايف توماس فرانك هيعمل مع توتنهام حاجه على الاقل هيبقوا توب 10. ايوه جيوكيرس انت القلب يلا. 3 سنين يلا، 3 سنين بنقول عايزين مهاجم يلا. خيسوس اوكي احنا اتبهدلنا قوي يا جدعان. يجي يتصف اول ماتش احنا اصابه باشا خلاص. ساكا، جيوكيرس، رودريجو قريبا ويتحقق الامل. رودريجو يجي طلع عينكم عشان يجيب جيوكيرس. تخيل رودريجو يجي يا باشا الارسنال فيها فلوس يجي. ممكن يوافق على ارسنال. ايوه يا عم يجي يا جدعان. شفت جيوكيرس بيحب الارسنال ازاي؟ اليونايتد عرض عليه، تشيلسي عرض عليه، ده عرض عليه، قال لك انا عايز ارتيتا. هو راح اختار مشروع ايوه هي دي الجايه. صباح الفل. ارسنال السنه اللي فاتت اكتر فريق صنع فرص. تخيل كان جوكيرس موجود السنه اللي فاتت اصلا. والله الارسنال كان فريق عالي قوي 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 لولا ان ما عندكش حد بيخلص الفرص. وساكا اتصاب في جزء مهم قوي من الموسم، اهم جزء في الموسم. تقريبا من شهر 11 ما بقول لك اهم حاجه نص الموسم من شهر 12 لحد شهر 3. رجع في ماتش الريال، يعني رجع في ماتش الريال بتاع شهر 3 ده. ايوه الفتره دي كلها اللي هي صلب الموسم يعتبر. هو ساكا مش نجم الفرقه معاك، ضيع لك الموسم. اتبخر. خيسوس دخل معانا قبل الانتقالات الشتويه في شهر 12 هوب جون في جون في جون في جون في جون. يلا مع السلامه. هو خلص الفتره دي مش هتجوش مهاجم. خلاص هتصاب تاني. خلاص بقى انا مت عشان اضمن بس يكون هيجي. حافظ كان كل ماتشين 3 يجيب لنا جون ويعمل لنا اسيست لا خلاص هو حافظ مش حتته اصلا. ما بقول لك تروزارد لعبوا فيها ولا على قده برضه مش قد. عندها مهاجم. انت مش متخيل ايه عندها مهاجم. هو بس بني وسط بس ما تصابش دي قصه. يا ابني ان شاء الله ربنا يحميك يا ابني من الاصابات يا ابني وتكسر الدنيا، عشان برضه خايف تبقى فوق كده ونبقى عايزينك وبعد كده تقوم عامل بينا غادر بيهم. شايف ايه الارسنال؟ هو الارسنال لو ما حققش بطوله السنه دي فارسنال هيمشي. بس انت جات لك اللعيبه او ما جابش لعيبه قوي يعني، بس هو عامل صفقات كتيره. بس هو مدويكي، بس انت معاك تشكيله في الاخر. هو انت معاك التشكيله التشكيله الثابته اللي انت عارفها انت عايزها. ده يعني انا عايز اقول لك ان انا اتفرجت على كل ماتشات الارسنال اللي هي الوديه اللي اتلعبت. وايت وساكا الثنائيه دي رجعت تاني. يعني هو وايت عامل شغل في الوديات السنه دي يا عمرو مرعب والله. الثلاث ماتشات اللي لعبوها حلو حلاوه مع ساكا، حلو حلاوه مع المفاجاه. وانتظار حلقه الفانتازي الاسبوع الجاي. نوانيري هيبقى الصفقه اللي هتكسر. بس مش هيلعب اساسي برضه. هيلعب اساسي. اوديجارد الصراحه في الوديات ما كانش قد كده. ما هو الكابتن بس معلش هو عايز ينزل بمعدل الاعمار السنيه ارتيتا. فانا شايف انه نويري هيلعب، هياخد فرصه جامد قوي. لا هو لعب مع كل اساسا الماتشات الوديه بدا بيه اساسي. كان باوديجارد بيخليه احتياطي للشوط الثاني. بس الولا عمرو يعني مزايده هجوميه، مقاتل على الكوره. يا نهار ابيض، يا نهار زوباميندي وحلاوه زوباميندي. لا لعيب. يا نهار ابيض
عارف الكوره كده ترجع كده، بدل ما كان سليبه وجابريا، فاكر انت الكوره سليبه وجابريا هم اللي بيطلعوها، فيقوموا عاملين لك كوره عاليه يا تيجي يا ما تجيش. لا زوميندي ياخد هو الكورة كوير كده في الصراحة، نص كوير أوي. الملعب. كوير يسلم أوي، الكورة، يا نهار ابيض. نزل من تحت زي رودري بالظبط، يعني نسخه من رودري كده طبعا. ارسنال السنه دي انا شفت لهم في الماتشات الوديه حلوين حلاوه، حلوين حلاوه. حتى ماتش توتنهام لعبوا حلو قوي، بس يعني هو كان عندهم حظ يعني سيء، وانا خايف من الحظ ده بقى، انك انت تبقى فرقه يعتبر الفرقه متكامله هي وليفربول. انا شايف ان السنه دي في البريمير ليج ارسنال وليفربول هم الفرقتين تحسهم الوحيدين المتكاملتين، الوحيدين. حارس مرمى، وينجات، قلوب دفاع، نص ملعب، هجوم تقيل، كل حاجه. هم الفرقتين الوحيدين اللي عندهم ده. حارس تقيل برضه بقول هم الفرقتين الوحيده، حارس والدكه. أيوة. دي اساسي ودكه، انت فاهم؟ فانت عندك الدكه وعندك الاساسي بتاعك ولاعيبه تقال. فشايف ان الارسنال الصراحه تبقى نصيبه فعلا شبه ما قلت، ان هي لو ما حققش بطوله انت ولا حققت كاسات ولا حققت دوري، انت لازم تحقق حاجه السنه الجايه، لازم. ده فعلا يعني. بص ارتيتا لو ما حققش حاجه السنه دي لازم خلاص الجماهير كلها هتفقد الامل بقى في النادي وفي المشروع. بالذات لو جابوا بقى جناح يمين سوبر ستار، بالذات في دي بقى. هو لو جابوا جناح يمين سوبر ستار. مارتينيلي وحش قوي. هو مش ولا مارتينيلي ولا تروسارد ينفعوا ينافسوا على الدوري. بس مارتينيلي الاساسي، انت بتتكلم في لما تيجي هتلعب اساسي هتلعب مارتينيلي. دي مصيبه، وحش قوي. حتى في الوديات ما كانش بيلعب، ولما بينزل كان بيبقى مش شايف. راحت عليه خلاص، مش شايف. يا عم ده كان في هجمه يا عم في ماتش نيوكاسل. كان في ماتش نيوكاسل ولا الميلان والله ما فاكر. 4-2 اخد الكرة من نص الملعب، قعد يجري لا رقص ولا باظه ولا قعد يجري لحد ما المدافع يلا خلاص خلصت. في 3 بني ادمين الناحيه الثانيه 4 بقول لك 4-2 الناحيه الثانيه في زاكا وفي زوباميندي وفي كان ميرينيو تقريبا مش فاكر، يعني هم 4-2 في الاخر قعد ياخد الكرة يجري اتقطعت منه. فتخيل انت لو عملت كده بقى في هجمه مثلا في ماتش حاسم مثلا، ولا في ماتش مهم في الدوري. خالص تعبان، مش طبيعي، تعبان وحش قوي مارتينيلي، وحش قوي. لازم انت تبقى مصيبه، هتبقى عندك الفرقه كلها حلوه ما عدا الحته دي العطلانه. هتبقى هي الحته العطلان، هيبقى هو دوت نقطه ضعف. هو جاب يعني سال الحته اللي هناك ساكا ومدويكي اثنين يعني جامد. مدويكي كويس مش وحش. ايوه هيبقى البديل حلو بتاعه. لو حط مدويكي الناحيه الثانيه بقى لا ما اعتقدش ان مدويكي هو لعبها تشيلسي عادي، بس ما اعتقدش ان هو هيأدي. انا ما شفتش مدويكي بيلعب في الوديات. هو نزل 10 دقايق ربع ساعه تقريبا في ماتش الميلان تقريبا. فما شفتوش لعب. بس في ولا عنده 15 سنه لعب مكان ساكا في ماتش نيوكاسل، نزل كبديل. انا مش فاكر اسمه ايه، بس هو ده لعيب قوي. بيفكرني بساكا في بداياته. لعيب قوي. الولا بياخد الكوره عمرو، بيلعب قدام فريق انجليزي. انت متخيل بيلعب نيوكاسل قدام فريق هتلعبه في الدوري. ايوه ثقه ايه وروح ويدي وامل. البلانت اللي كسب بيه ارسنال نيوكاسل، يعني هم كسبوا 3-2 في الاخر. جاب بلانت ولا اخد الكوره، تقل على الكوره، دخل منطقه الجزاء، دخل على الكوره، شاف ويلسون جاي قام تقل على الكوره، ما بظهرش ولا خاف من ويلسون، حط جسمه اخد بلانتي. فمش لعيب 15 سنه. اكاديميه ارسنال بتبني بس الناحيه الثانيه بس. اللي هناك بقى يا جماعه شوف في لعيبه في الناحيه الثانيه. ولا الصراحه عالي قوي، وهيبقى مصعد بيلعب فرقه اولى. ممكن تلاقي ليه دور كمان مع مدويكي وساكا في الماتشات، ممكن في البوكسنج الماتشات ديت هو اللي يلعبها، يبدا في الكاس. الولد دوت هيبقى مستقبل للارسنال. ممكن ازق معاه بقى مستقبل الارسنال حلو قوي. بس انت بتتكلم دلوقتي، انا مش عايز مستقبل، انا عايز دلوقتي انا عايز بطوله. لازم بطوله. هو مطالب بيجيب حاجه، لازم بطوله. الارسنال يعني حرام بالنسبه لي، يا دوري يا اف اي كاب، حاجه لازم يا عم. لو اقل مش هتكسب الدوري، نافس الدوري لحد اخر. فاكر السيتي وليفربول كانوا بيعملوا ايه في بعض؟ لازم تعمل. انت لازم تعمل كده، لازم تحسس ان الجمهور ان المنافسه لسه موجوده. مش السنه اللي فاتت. انت السنه اللي فاتت ليفربول اخذ الدوري في فرق 5 جولات. ايوه. انت بقالك كام سنه الدوري الانجليزي دوت بياخد في اخر ماتش، بيخلص في اخر نص ساعه في الدوري. يعني اقول لك في اخر استون فيلا والسيتي
أيوة. 2-0 3-2 اخد الدوري في لحظه. في لحظه قلب الدنيا بتتكلم عليه. في كام سنه الدوري الانجليزي ما بيخلصش، خلص السنه اللي فاتت في اخر 5 جولات والله أكتر. ولا اكتر كمان أكتر. يعني تقريبا حاجه كده. مم. فليه؟ فانا لازم الارسنال. وانا شايف الصراحه ان الارسنال على الاقل هيبقى توب 2 الدوري الانجليزي، يا اول يا تاني. هو ما ينفعش يبقى اقل من كده. آه. هو لو عمل اقل من كده هو كده خلاص ما ينفعش. ارتيتا باي ايوه خلاص. باي على الاقل سيمي فاينال تشامبيونز ليج على الاقل، مش هقول لك فاينال، سيمي فاينال على الاقل. هو عملها بقى خلاص. هو بس هو انا حاسس انه مطالب اكتر ببطوله محليه اكتر من بطوله قاريه في الفتره دي. بس على الاقل يبقى احنا على الاقل احنا موجودين، يجيب بطوله بس الاول. على الاقل موجودين اوروبيا كمان يعني. على الاقل سيمي فاينال السنه اللي فاتت هو عملها انه موجود اوروبيا. هو عملها. بقول لك هو دي خلاص عملها. تبقى ثابت وجودك. ايوه. ثابت وجودك في الدوري الانجليزي. لو مش هتاخد الدوري الانجليزي تبقى ثابت وجودك. انا بنافس لحد اخر نفس، لحد اخر جوله. انت فاضل قد ايه بقى؟ صح انت فاضل كام سنه وشو بتنافس بتنافس. بس على الاقل بتنافس، بتبقى مركز ثالث يعني. كام سنه اللي فاتوا كنت بتبقى مركز ثالث، السنه اللي فاتت نطيت مركز ثاني. المفروض بقى السنه دي يا تبقى في منافسه شرسه بجد، يا اما على الاقل كاس. على الاقل كاس. لا هو ليه في كاب مش كارباو ده اي كلام. على الاقل كاس يا عم. كارباو بس على الاقل كاس. لا اصلا ما خدش بطوله من امتى؟ لا بقى كتير من 2019 تقريبا. تقريبا 2019 2018. لا اخد بطوله الفتره دي. لا ما خدش بطوله الفتره دي خالص. ما ولا فاكر ان الارسنال اخد بطوله. تقريبا اخد بطوله 2018 2000 حاجه كده يعني. قبل 2020 بقى 20 ما خدش بطوله. ما افتكرش اصلا اللي شفته بياخد بطوله تقريبا حاجه كده. يعني فعلى الاقل تنافس. انا شايف كده الصراحه. شايف بطلك مين بقى في ظل الصفقات اللي معموله دلوقتي والوديات والكلام ده؟ شايف توقع مين؟ على الاقل اول 4. اول 4 انا بالنسبه لي المفروض انا شايفه الرابع تشيلسي، الثالث السيتي، الثاني ارسنال، الاول ليفربول. انا حاسس هتبقى كده الناس زي السنه اللي فاتت يعني تشيلسي سيتي ارسنال ليفربول. المفروض يعني او المفروض ليفربول ياخد الدوري السنه دي تاني على اللي انا شايفه ده. بس هل ده هيحصل؟ ما اعتقدش. بس انا اصلا عندي توقع بالاحداث اللي بتحصل. ده المفروض الترتيب اللي يحصل اللي هيحصل في الدوري والله اعلم. انا شايف تشيلسي سيتي ليفربول ارسنال. انت خلاص انت المفروض نفسك يعني. المفروض لا المفروض يا جدعان. حرام. هو يكسبوا الدوري لو جابوا لعيب سوبر ستار حتى لو ما جابوش لعيب في وينج يمين خلاص. ماشي بس على الاقل وينج شمال اصلا مش وينج يمين، وينج شمال. بس يعني ان شاء الله تبقى اول سيزون لكرة في الميزو نحتفل بالارسنال. نورتنا يا صديقي. حبيبي غير حبيبي. دوت كان كلامنا عن صفقاتنا في الدوري الانجليزي، واستنونا ان شاء الله الاسبوع الجاي الحلقه اللي هتبقى قبل انطلاقه الدوري الانجليزي الفانتازي. انتوا كل داخلين فانتازي. التشكيله الاخيره بقى لينا عشان احنا لحد دلوقتي لسه محتارين في التشكيلات، لسه بنشوف اللعيبه. فان شاء الله الاسبوع الجاي نبقى خلاص حطينا التشكيلات الاساسيه، الاستراتيجيات اللي هتتلعب، امتى نفعل الخواص، كل الكلام دوت هيبقى معانا في الحلقه الجايه. ما تنسوش تحطوا لنا لايك سبسكرايب لو عجبتكم الحلقه. سلام.